مرحبا بكم في هنا الخبر، نافذتكم اليومية إلى أهم الأخبار والتقارير الحصرية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فلنبدأ تفاصيل الأخبار. إصلاح التقاعد. ترقب لدورة تشريعية جديدة تضع الحكومة إصلاح منظومة التقاعد ضمن أولوياتها خلال السنة الحالية التي تسبق عام الانتخابات، ورغم عدم تقديمها حتى الآن لأي مقترحات واضحة بشأن هذا الإصلاح، إلا أنها تؤكد على ضرورته الملحة. ومع اختتام الدورة الخريفية من السنة الرابعة للولاية 11، تمكنت الحكومة بعد مجهود كبير من إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الإضراب على المسار التشريعي في انتظار رأي المحكمة الدستورية. وفي الدورة التشريعية المقبلة تواجه الحكومة تحديات جديدة، أبرزها إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل إحدى المحطات الرئيسية على جدول أعمالها.